بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة. النهاردة معكم أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة على سرعة 100 ميجا في مصر أو أعلى سرعة في مصر. انترنت طلعت لغاية دلوقتي ناس كتير بتشكك، بتقول لا السرعة مش أكيدة ومش حقيقية ومفيش الكلام ده في تي داتا، وتي داتا بتشتغلنا. فالنهاردة أنا جبت سرعة 100 ميجا من تي داتا وقلت أجرب. بعد ما السرعة السيستم عندي رفعها يعني، قلت ابدا اجرب واشوف هل السرعه دي فعليه ولا لا. لو عايز تتاكد انها سرعه فعليه او تشوف ايه عيوبها او ايه مميزاتها، كمل معايا لغايه اخر الفيديو. بس ما تنساش لو الفيديو عجبك يا ريت تشترك معايا في القناه او تعمل سبسكرايب من تحت الفيديو دوت. ويلا نشوف بقى. بيبدا صفحه الراوتر تفتح اهو. هروح على 200 واجيب دي اس ال انفورميشن وابدا ابص على الخط عندي كده. الابلود اريا عندي 10 ميجا، والداونلود ستريم او سرعة التحميل عندي المفروض انها اريا 95 ميجا. الاعلى حاجة الابلود يشيلها عندي في الراوتر 41 ميجا، واعلى كفاءة للخط 125 و900. خلاص. والكونكشن ده في دي اس ال براوتر اتش جي 630 بتاع تي داتا اللي انا شرحته قبل كده. نبدأ نعمل تيست على الانترنت كده، نشوف السرعة وصلاني كام. طبعا يعني تيست سبيد موقع جامد والكل عارفه. بنبدأ نيجي السرعة 100 ميجا، المفروض الابلود فيها هيكون 10 ميجا، وسرعة الداونلود او التحميل 100. فنبدأ نقيس. اي نعم المقياس ده مش بيبقى بالظبط قوي، بس ده اقرب حاجة للفعلي. فابدأ اقيس كده. عندي السرعة اهو بدأ يعلى اهو. 60 65 ميجا، 73 74 75 81 82 83 ميجا. يبقى هو جايب عندي دلوقتي بيقول لي انت اعلى حاجة عندك واصلاك 83 ميجا. بنيجي للابلود هنلاقيه مثلا في حدود 9 او كده، والمفروض 10 يعني. خلاص. بس هي دي يعني 9 وربع. فالنتيجة عندي دلوقتي ان سرعة التحميل 83 ميجا، وطبعا يعني 100 ميجا اعلى سرعة في مصر لغاية دلوقتي. انا ما شفتش خطوط كده. تمام. 83 ميجا اعلى حاجة، والابلود سرعته المفروض 10، هي اريا عندي 9. هنبدأ نعمل جو تاني نقيس برضو عشان نتأكد اهو يا جماعة. ده من الخط بتاعي في البيت عادي، كابينة ضوئية وشايف الفي دي اس ال. خلاص. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بقيس تاني برضو. السرعة وصلاني حاجة وتمانين ميجا، هي المفروض تكون 95، بس الفعلي اللي وصلني دلوقتي 85. والابلود المفروض يكون 10، اللي وصل لي بعد التجربة 9 ميجا، مع ان الخط تمام وكل حاجة تمام. بس اللي انتوا شايفينه اهو حوالي 9 وربع. يبقى اعلى حاجة انا شفتها دلوقتي 85 ميجا، وال ابلود 9 ميجا تقريبا. هنبدأ برضو نجيب اي حاجة كده نعمل لها داونلود بس تكون كبيرة. هوقف الفيديو نروح نشوف حاجة نعمل لها داونلود ونشوف سرعة التحميل هتبقى واصلة كام او كده، او ممكن نجيبها من تورنت مثلا. نشوف التحميل بالعادي ونشوف في التورنت هيبقى الوضع ايه. هوقف وارجع لكم تاني. او نلاحظ هنا ان سرعة الداونلود زي ما حضراتكم شايفين كده 5 ميجا وشوية، او يعني حوالي 55 ميجا. المهم انها دلوقتي هي 7 8 80 ميجا، 11 ميجا بت في الثانية. متخيلين يا جماعة؟ انا بعمل داونلود 11 ميجا بت في الثانية. نشوف نلاحظ ان دي حاجة 33 ميجا، 330 ميجا نزلت في يعني لا يذكر. يعني هكنسلها تاني ونبدأ نعيد التحميل ده عشان نتأكد. تاني ريداونلود عشان نتأكد. بص السرعة حضرتك. بص هياخد 330 ميجا، ما هتاخدش دقيقة. بصوا يا جماعة 44 ثانية.
ونلاحظ الكونكشن هنا والسرعة انها 5 ميجا وشوية، وزي ما انتوا شفتوا ان السرعة بتفتح كمان اكتر من كده، يعني 6 بص 7 8 9 11 ميجا بت في الثانية، 330 31 ميجا ما كملتش دقيقة. انا عايزك تشوف بعينك طبعا. يعني اتمنى ان الوضع ده يبقى في مصر كلها ان شاء الله. وده كان استعراض مني ليكم للسرعة 100 ميجا. خلاص، يا رب تعجبكم، وهبقى اعمل لكم حلقة كمان عن ازاي نقدر نجيب السرعة دي بالتفصيل، يعني ازاي نقدر نعملها بكل حاجة بالتفصيل من الاول للاخر. وفي نهاية حلقتي النهاردة طبعا بعد ما شفنا السرعة وكده هعمل لكم فيديو تاني وتالت كمان يعني فيديو 3 فيديوهات على السرعة 100 ميجا، ازاي تقدر تجيبها من تي داتا، او ازاي تقدر تشترك فيها، وايه اللي مطلوب منك عشان تقدر تجيب السرعة دي. يا رب حلقتي تكون عجباكم، وما تنساش تعمل سبسكرايب من تحت الفيديو دوت، من هنا من هنا من هنا من هنا زي ما اتعودنا. المهم انك تشترك معايا في القناة. كان معكم احمد حمدان. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد.